ودلوقتي بعد ما خلص الاقواس الاساسيه يقدر يبتدي يجهز للمرحله اللي بعد كده، ودي طبعا محتاجه مكعبات كتيره جدا. قعد الليل بطوله مش بيعمل حاجه غير انه بيقطع مكعبات بس ويجمعهم عشان يبني بيهم كلهم مره واحده. ودخلنا على اليوم العاشر، والهدف النهارده كان بسيط جدا، عايز يسد كل الفواصل والفراغات اللي ما بين الاقواس عشان يتجمدوا ويمسكوا في بعض كانهم حته واحده، والاقواس تبقى قويه ومتينه. بعد كده باستخدام المكعبات اللي جمعها على مدار اليومين اللي فاتوا هيبتدي يبني قبه، والقبه دي هتوصل الاقواس اللي بناهم ببعض. درجه الحراره دلوقتي وصلت لسالب 20، فالتلج بيتجمد بسرعه رهيبه في الحته اللي بيكون قطع منها مكعبات قبل كده. يعني في خلال 12 ساعه بس ممكن تتجمد طبقه سمكها 7 سم. بس دي كانت حاجه كويسه لانه كان بيستخدم مكعبات التلج الرفيعه دي في انه يبني بيها حاجات تانية بعد كده. كمل ملي الفراغات بين صفوف المكعبات اللي جوه، ولما خلص كله رجع يملى الفراغات اللي بره. وبره البيت رص مكعبات جنب بعضها بشكل دائري بحيث انها تكون الاساس اللي هيبني عليه القبه بعد كده. هو دلوقتي بيبني حيطه ما بين الاقواس عشان لما يبدا يبني القبه تبقى واصله ما بينهم وتحول الشكل ده لنفق على شكل حرف يو. الشكل بدا يبقى حلو جدا وهو مبسوط باللي بيحصل ده، لكن البرد فظيع، رجليه متلجين ومناخيره مش حاسس بيها. بس رغم كده كان مصمم يخلص القبه الليله دي عشان عايز يخلص من المرحله دي من المشروع. وبالفعل فضل شغال الليل كله وخلص جزء كبير جدا من القبه. وانا عايز اقول لكم معلومه مهمه قبل ما نكمل. بيت التلج بيتبني بطريقه بتخليه يحبس الهواء جوه، والهواء ده هو اللي بيعمل عازل قوي جدا ضد البرد والهواء. يعني حتى لو بره درجه الحراره تحت الصفر بدرجات كتير، جوه بيت التلج ممكن تكون درجه الحراره مرتفعه لحد ما تحس بدفء حقيقي. والسر كمان في شكله الدائري والقبه اللي فوق اللي بتوزع وزن التلج بشكل متساوي وبتخلي البيت قوي قدام العواصف والرياح الشديده. السكان الاصليين في المناطق القطبيه بيبنوا بيت التلج في وقت قصير جدا وبطريقه ذكيه، وكل قطعه تلج بتتقطع بدقه عشان تبقى متماسكه مع باقي القطع وتدي ثبات للبيت. يعني مش بس مبنى من تلج وخلاص، ده بيت ذكي جدا وبيتحدى الطبيعه باسهل واذكى طريقه.